أهلا بيكم في قناة أحمد فتحي للاستشارات القانونية والعقارية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم يخص أصحاب الأراضي. إيه هو؟ إن ممنوع بيع هذه الأراضي في القرى والمدن، والعقوبة تصل إلى 2 مليون جنيه. تعالوا بينا نشوف إيه الموضوع. قرار هام من الحكومة بشأن بيع الأراضي والعقارات في إطار حرص الحكومة المصرية على بناء عقارات غير مخالفة ومطابقة للمواصفات والاشتراطات الخاصة. بدأت في تطبيق هدم العديد من المخالفات الغير شرعية في البناء بجميع محافظات الجمهورية. طيب، وشرعت الحكومة تاني في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتمت مناقشته على مدار الأسابيع الماضية داخل جدران مجلس الشيوخ، وتمت الموافقة عليه بعد تعديله وإضافة مواد جديدة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين. تمام. طيب، قانون خاص بالتعدي على الأراضي الزراعية. إيه اللي الحكومة عملته؟ أصدرت الحكومة قرارات هامة خاصة بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية في الفترة الماضية، وأيضا خلال الفترة المقبلة، حيث منعت الحكومة البناء عليها تماما، وشددت على وضع عقوبات جادة وصارمة على من يقوم بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية. وأيضا وضعت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية قوانين هامة جدا جدا من أجل تنظيم عملية البناء للتخلص من البناء العشوائي والغير المخطط الذي انتشر بشدة خلال ال10 سنوات الماضية. ونلاقي إن في قانون تمت الموافقة عليه خاص بمنع البناء على الأراضي الزراعية، يعتبر من يقوم بهذا جريمة ويتعرض للمحاسبة القانونية. إيه بقى اللي قاله القانون ونص عليه القانون؟ نص القانون على منع أي إجراء في الوقت الحالي بالبيع أو شراء الأراضي الزراعية المعدة للبناء والعقارات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. ركزوا أوي في الحتة دي، أنت ما تقدرش تبيع الأرض بتاعتك إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالبناء. وأقرت غرامات على هذا النوع من المخالفات تبدأ من 50,000 جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه. شكرا لحسن استماعكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتابعونا إن شاء الله. هتلاقوا في معلومات قانونية، معلومات عقارية هتفيدكم جدا جدا.